حبوا أهل العراق إنه يعملوا المحشي تبعهم مميز ومختلف. قصة طبق اليوم عزيزي المشاهد عن الدولمة العراقية. بدك تسمح لي أخي الكريم أسرد لأن القصة بدها سردان. عزيزي المشاهد، برنامج قصة طبق مع المعلم. كلمة دولمة بالتركي بتعني الشيء المفرغ والمحشي، فلازم نركز بكم شغلة لحتى نوصل لكم الفكرة. يلي ابتكر أكلة المحشي أساساً هن الأتراك، ونقلوها بعد ذلك إلى مصر يلي برعوا فيها. بس أهل مصر ما بس حشوا الخضار، حشوا الخضار واللحوم والدجاج والحيوانات المأكولة. على سبيل المثال الحمام المحشي، أرانب المحشية وما إلى ذلك. هلا انتقلت هي الأكلة اللي هي المحشي إلى بلاد الشام. أيوة بقى سيدي، بتعرفوا اهل بلاد الشام ما بدكم مين إلكم، وكمان برعوا فيها. وصار كل بلد بقى يعملها بمكونات شكل ويطلع نكهات شيء بغوي بالقلب. طبعا هون نحن بنقصد المحشي الكوسه، محشي الفليفله، محشي البصل، محشي البندوره، محشي الجزر. ان شاء الله حنعمل حلقه خصوصيه عن المحاشي واختلافها بين ثقافه وثقافه. اما للدولمه العراقيه نوعين، النوع الاول العادي اللي بيكون فيه لحم مفروم ورز وخضار، اما النوع المطور والمدلل عزيزي المتذوق فهو قطع من الليه المفرومه بالاضافه الى اللحوم الدسمة والسمن العربي ببعض الأحيان وزيادة اللحم المفروم على الأرز. هي بتكون الدولمة المطورة. ومثل المنسف الأردني والكبسة السعودية بيتم إكرام الضيف بالدولمة العراقية في العراق. وتختلف الدولمة العراقية أيضا عزيزي المشاهد اختلاف جذري بالحموضة الخالصة عن باقي محاشي العالم. وللدولمة العراقية قدر واحترام شديد في العراق، حتى أنه السياح اللي بيروحوا على العراق مستحيل يفوتوا على العراق وما ياكلوا الدولمة العراقية على أصولها. وهناك مطاعم مختصة بالدولمة العراقية سواء في أوروبا أو سواء بالشرق الأوسط وبإفريقيا. دولمة هي حبيبي ما في مزح منوب، لأنه أي شخص غير عراقي على قد ما بيعرف أهمية الدولمة للعراقيين وقديش هي أكلة بنكهات فظيعة جدا وقنبلة من النكهات الغزيرة، مستحيل يشوف مطعم عراقي أو يزور العراق وما يجرب الدولمة العراقية. أما أنت عزيزي إذا لهلا ما جربت الدولمة العراقية فبتكون ظلمت نفسك وضيعت على نفسك شغلة كتير مهمة ودقائق وحقائق تذوقية فظيعة. وبس هي كانت قصتنا وهي كانت الحكاية. استنونا بالحلقة الجاية. وين ما وين، حياكم الله.